الوطنية وخلف الأجهزة الأمنية التي ستتصدى منذ اليوم 30 من حزيران، وهو يناسب ذكرى ثورة 20 التي سطر ملاحمها الشعب العراقي بكل مكوناته. ستتولى أجهزتنا الأمنية المسؤولية الأمنية في كل المدن والمحافظات، وهذا نصر كبير للشعب العراقي أنه حقق الخطوة الأولى على طريق إنهاء الوجود الأجنبي كاملا في العراق. وأنا وأنتم جميعا على اطمئنان بأن الكثير لا يريدون لنا أن ننجح ونحقق هذا الانتصار، ورغم أنهم يعدون العدة ويتحركون في الظلام من أجل إرباك الوضع، ولكن نحن لهم بالمرصاد إن شاء الله. وهذا يتطلب وحدة وطنية وموقفا سياسيا حازما وحاسما بوجه جميع أولئك الذين يريدون أن يربكوا الأوضاع وأن لا تسجل انتصارات للعراق وللشعب العراقي. حتى البعض ممن كان يتحدث عن الاحتلال وضرورة مقاومته وإخراجه بدأوا يتحدثون الآن بالمقلوب، ضرورة بقاء القوات وإدامة وجودها. لا يمكن أن تبقى القوات، وإذا ذهبنا باتجاه بقاء القوات يعني أن لا ثقة لنا بأنفسنا ووحدتنا وأخوتنا وكفاءة أجهزتنا، وهذه انتكاسة تاريخية لن ننهض منها بعد اليوم. لذلك نحن ماضون، حكومة الوحدة الوطنية، كل القوى السياسية، مؤسسات الدولة تعد عدتها لهذا اليوم الكبير، العرس العراقي الكبير الذي نستلم فيه المسؤولية، ولن نتراجع بإذن الله حتى لو حصل ما أراد أن يحصل، ولكنه سوف لن يحصل، للقدرة التي عليها أجهزتنا الأمنية وللاتجاه المتماسك للقوى السياسية في حماية هذه الوحدة وحماية هذا الإنجاز.